الاخوان، واش شفتوا الحركه اللي دار نبيل الباه باش يستفز الجمهور؟ وهذا الشيء كان مباشره من بعد ما ماركا الولد ديالو. راه كيف ما كتعرفوا الولد ديال نبيل الباه كيلعب في المنتخب المغربي اللي عندهم 17 عام، فتخيلوا من بعد ما ماركا نبيل الباه تيدور على الجمهور وتيدير لهم واحد الحركه زعما سكتونا بركه من الهضره. انا غادي نشرح لكم شنو هو السبب اللي خلى نبيل الباه يدير هذه الحركه. قال لك اسيدي المغرب جاب واحد اللاعب من تشيلسي واللي تقاتل باش يجيبو. هذا اللاعب كيشبه لميسي سبحان الله بزاف، ابراهيم الرباج واللي الهضره عليه بزاف. الناس اللي ما عارفينوش هذا هو ابراهيم الرباج راه كتشوفوه بحال اللي كتشوف ميسي فاش كان صغير. ايوا سيدي نبيل باه عنده ولدو كيلعب في المنتخب، عيط له وجابو حتى هو عنده 17 عام، ولكن نبيل باه تعتمد على ولدو بزاف، خصوصا في البدايه اعتمد على ولدو بزاف. ما شفناش ابراهيم الرباج تقريبا حتى الاخر ديال الماتش عاد كان كيدخلوا واحد الماتش اللي لعبوا في الاول ومن بعد خرجوا. فانا كثرت الهضره في السوسيت ميديا، راكم عارفين السوسيت ميديا كيفاش دايره، العالم تيهضر دو 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 الساعه دخلنا ميسي بغينا نشوفوا ميسي. واليوم الاخوان كيف ما شفنا في المباراه الصراحه مبروك عليهم المباراه، عجبوني بزاف، شفتوا جنوب افريقيا عطاوها علاش كتقلب.